في الأول هنشوف الصورة عشان المقاس يكون مظبوط، وبعد كده هندوس عليها بالقلم الرصاص عشان نظبط الملامح. علشانك يا عم السكينة جديدة يا عم جايلك من الصين مخصوص يا عم، جايلك من الصين مخصوص يا عم. يلا بقى عشان تتبسط. آخر 5 دقايق متفنيش، معرفتش أصور فيديو كامل عشان بياخد مساحة كبيرة. المرة دي حبيت أشتغل بتكنيك جديد وأخلي علامة الفرشة تبان، لأنها بيبقى شكلها حلو في الآخر. لغاية دلوقتي اللوحة دي واخدة 25 كيلو لون عشان تطلع بالمنظر ده، ومحدش هنا عليه يشجعني يقولي كلمة حلوة، بس معلش لما تيجي ترسم حط لون في مكانه، انك لما بتيجي ترسم وتحط لون مش في مكانه وعايز تفتح درجة اللون مش بتعرف، لان اللي تحتيها بيبقى غامق وبيبقى صعب انك انت تفتح درجة اللون. ابقى اهتم بالتراكات دي بجد اللي هتفرق معاك في الاخر. وبعد ما كنت مركز في اصغر تفاصيل بقيت اركز اكتر في تناسق الالوان، لان بقالي كتير ما اشتغلتش بالاسلوب ده، ودي تاني مرة اشتغل فيه بورتريه. المرة دي انا حبيت بس اركز في درجات الالوان، تبقى درجات الالوان متناسقة مع بعض وما يكونش فيه لون مش ماشي مع التاني. الحلو اللي في الاسلوب ده ان كل درجات الالوان متاخدة من ديكور البيت عشان ما يبقاش فيه حاجة فاقعة وتبقى مريحة للعين اكتر، علشان ما يبقاش فيه اختلاف في ديكور البيت. لو عرفت الشخص ده مين يبقى انت كده بتشجع كورة جامد. انا ماليش في الكورة بس حبيت اجرب الاسلوب ده في البورتريه، لان كان تاني مرة ارسم حاجة زي كده وكنت حابب اعرف الشكل النهائي يبقى عامل ازاي.